السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوش كيجي رائع بزاف، كيجي خفيف وزوين، سهل في التحضير ديالو، مكونات بسيطه وناجح، كيجي رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم اولا الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش في البارطاج مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوهم. وندوزو لطريقه التحضير ديال هذا البريوش. في واحد الاناء اولا في واحد البول غادي نحتاجو بيضه واحده بحراره المطبخ. غادي نضيفوا ليها 3 المعالق ديال السكر سنيده، اولا يعني السكر حبيبات، 3 المعالق كبار ديال السكر. غادي نضيفوا ليها واحد الكيس ديال السكر الفانيليا. غادي نخلطوا البيض مع السكر حتى كيذوب لينا داك السكر. هاد البريوش سهل في التحضير ديالو، بالزربه كنوجدوه وكيكون زوين، تيجي رائع بزاف. هنا من بعد ما خلطنا البيض مع السكر غادي نضيفوا قشور ديال الليمون اولا البرتقال باش غادي نسمو البريوش ديالنا. كيجي البريوش لذيذ بزاف وكتجي فيه ديك الريحه اولا داك المذاق ديال البرتقال. غادي نضيف كاس عامر ديال الحليب. انا غادي نزيد مازال واحد تقريبا 2 معالق ديال الحليب ولا 3 المعالق، عبروا بكاس اللي تيكون يعني كاس العنبه، المهم كاس عامر ديال الحليب. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال العجين. الحليب تيكون دافي، ما تيكونش سخون بزاف ولكن تيكون دافي. وغادي نضيفو الدقيق. في الاول غادي نضيف 2 كيسان ديال الدقيق. غادي نغربلو الدقيق ديالنا وغادي نعجنو، وحنا غادي نبقاو نضيفو الدقيق حتى كنحصلو على العجين اللي ما تيكونش قاصح بزاف. وكنضيفو نص معلقه صغيره ديال الملحه وغادي نعجنو العجين. غنبقاو نزيدو الدقيق، تقريبا خدا ليا العجين 4 الكيسان ديال الدقيق. غادي نبقى نعجنو العجينه حتى كنحصلوا على العجينه ديال البريوش، ما خاصهاش تكون قاصحه. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال الزبده، تقدروا تضيفوا 2 معالق ديال الزيت. وغادي نعجنوا العجينه مزيان. غادي ندخلوا لهداك الزبده وغادي ندلكوه تقريبا واحد 2 دقائق اولا غير دقيقه. غادي نضيف واحد ملعقه عامره ديال الفيرميسيل ديال الشوكولا، تقدروا تستغناو عليه ماشي بالضروره. وغادي نحاولوا ندخلوا داك الفيرميسيل في العجين، غادي نعجنوه تقريبا واحد دقيقه حتى كندخلوا ليه داك الفيرميسيل مزيان. هاد البريوش بالزربه كيوجد، ما كياخذش معنا الوقت طويل، يعني بالزربه تيوجد. وصراحه كيجي زوين، كيجي رائع، ساهل في التحضير ديالو بمكونات بسيطه كما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما عجنا العجين غادي نديروه في البول. فاش عجناه غادي نغطيوه بالسلوفان وغادي نخليوه يرتاح تقريبا واحد 5 دقائق 10 دقائق. كندفيو الفران ديالنا، كنطفيو عليه النار وكندخلو العجين الفران، كنخليوه حتى كيخمر بالزربه تيخمر. الا عندكم الوقت تقدروا يعني تغطيوه وتخليوه حتى كيخمر على خاطرو. بالنسبه لي انا زربت عليه صافي، يعني نسخن الفران ديالي تقريبا واحد دقيقه، كنطفي عليه النار وكندخلوا العجين ديالنا بالزربه تيخمر. هنا من بعد ما خمر ليا العجين كما كتشوفوا معايا غادي نقطعوا كويرات صغارين على هذا الشكل بهذه الطريقه. كنقطعوا كويرات اللي هما صغارين بزاف. الا كتلصق فيكم يعني تلصق لكم العجينه في اليدين ديالكم تقدروا يعني ديروا شويه ديال الزيت، غير ما تكثروش الزيت. وصافي كتقطعوا العجين ديالكم كامل كويرات صغار على هذا الشكل. وغادي نجيبوا الليمون اللي غادي نطيبوا فيهم البريوش ديالنا. غادي ندهنوهم بشويه ديال الزبده وغادي نحطوا فيهم كويرات العجين بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. انا غادي نحط في كل وحده 5 ديال الكويرات ديال العجين، تقدروا تحطوا حتى 6. غادي نحط 5 في كل وحده. هاد البريوش كيجي على شكل ورده، كيجي رائع بزاف في الشكل ديالو وحتى في المذاق تيجي زوين. هنا صافي غادي نقادهم كاملين بنفس الطريقه. تقدروا تزيدوا تعمروا البريوش ديالكم بالشوكولا، ديروا لهم يعني الكويرات ديال العجين، ديروا لهم واحد القطعه ديال الشوكولا من الداخل باش كيزيد يعطيكم يعني البنه في البريوش. هنا من بعد ما قديتهم كاملين بنفس الطريقه غادي نغطيهم بالسلوفان وغادي نعاود ندير لهم نفس الطريقه اللي درت في الاول. غادي نشعل على الفران
دقيقه او ما كاملاش حتى كيسخن ليا الفران، كنطفي عليه، كندخل البريوش ديالي دغيا كيخمر، كياخدش ليا الوقت يعني في التخمير. صافي هنا غادي نجيبو المربى، غادي نعمرو ديك الوسط ديال الكويرات ديال العجين، غادي نديرو فيهم المربى. وهنا غادي نشعلو على الفران ديالنا باش يسخن مزيان قبل ما ندخلو البريوش يطيب. غادي نسخنو الفران مزيان. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه، وغادي نجيب واحد صفر بيضه مع شويه ديال الحليب، غادي نخلطهم وغادي ندهن بهم البريوش ديالي باش كيجي ليا محمر. فاش تيكون يعني طايب تيجي محمر، تيجي فيه واحد اللون اللي هو زوين. غادي ندهنهم كاملين بنفس الطريقه. وغادي ندخلوا البريوش ديالنا الفران كما قلت لكم اللي تيكون سخون. غادي نقصوا عليهم النار وغادي نخليوهم يطيبوا على خاطرهم، ما كياخذوش الوقت في الطياب ديالهم بالزربه تيطيبوا، غير ضروري تنقصوا عليهم النار باش يطيبوا لكم مزيان. انا بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين، كيجيو زوينين بزاف. تنخرجوهم من الفران كنخليوهم يرتاحوا واحد شويه، يبردوا شويه باش كنحيدوهم من الليمول ديالهم، ما تيلصقوا ما والو. انا كما كتشاهدوا معايا راه يعني يتحيدوا من المول بسهوله، ما تيلصقوش لينا لاننا كنكونوا دهنا المول ديالنا بالزبده اولا بالزيت. صافي هنا غير كنبقاو نحيدوهم بالخاطر كما كتشاهدوا معايا، وراه بالزربه كيتحيدوا. هنا غادي نحيدهم كاملين من بعد ما بردوا، وغادي نزينهم بالسكر بودره اولا بالسكر كلاصي. تقدروا تخليوهم هكايا ولا تقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا. غادي نجيب واحد الكاغيط صغير على هذا الشكل اولا يعني ديروا اي حاجه، وصافي غادي نبقى نرش فوق منهم السكر بهذا الشكل. كنغطيو غير ديك البلاصه اللي درنا فيها المربى وصافي. بالنسبه للتزيين تيبقى لكم اختياري، يعني تقدروا تزينوا البريوش ديالكم باش ما بغيتوا اولا تخليوهم هكا كيجيو زوينين. انا غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي ندير لهم كاملين السكر بودره بهذه الطريقه. وهما هادو من بعد ما ساليتهم كاملين درت لهم السكر بودره اولا السكر كلاصي، كيجيو على هذا الشكل. الشكل ديالهم كيجي رائع بزاف، كيجيو زوينين، وحتى في المذاق كيجيو زوينين، ساهلين في التحضير ديالهم، مكونات بسيطه كما شفتوا معايا، ما كياخذوش معنا الوقت في التحضير ديالهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لي واحد لايك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، ديروا لي واحد الاشتراك وتبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوهم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وبسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.